من أصحابها من رؤساء الشرطة، 2 من ضباطها، و7 من الجنود. كانت هناك فرق مختلفة من الشرطة. ليها اختصاصات متباينة: الشرطة المحلية لحفظ الأمن الداخلي ومناطق الصحراء، والأولى بتخضع لرؤساء الشرطة وبتوزع في بيوت حراسة في مستر عمر محمد 244 معجب بالبث بتاعنا. والتانية بتخضع لرئيس شرطة الماجاي، وكانت بتقوم بدوريات منتظمة للمرور على الطرق وتفتيشها. أما الشرطة الخاصة منها الحرس الملكي، ده كان لضمان سلامة ملك مصر، ضمان ولاء الشعب له. كان في كمان شرطة نهرية لحراسة السفن، كان للمعابد شرطة خاصة بيها بتعمل على حفظ النظام داخل المعبد وصيانة ممتلكاته. You are welcome. معجب برضو بالبث المباشر وانضم لينا. وبتعمل صيانة ممتلكاته في المنطقة الخارجية. ولعل من الأهمية بمكان أخيرا إننا نشير إلى أن هناك جدلا طويلا قام بين العلماء حول الماجايو وموطنهم الأصلي. ذهبت آراء إنما كانوا قبائل نوبية كانت بتعيش في الصحراء الشرقية في النوبة السفلى في المنطقة بين كاستمنة للشمال قليلا من كوبان شمالا وبين الدر. You are welcome. كاتب لي بيقول لي بالتوفيق، أشكرك. للشمال قليلا من عنيبة جنوبا. ذهبت آراء أخرى إنهم كانوا يعيشون إلى الجنوب من الجندل الثاني، وربما في المنطقة اللي بينحني فيها النيل على شكل حرف اس فيما بين الجندل الثاني، حتى منطقة قريبة من الخرطوم حيث يلتقي النيل الأزرق بالأبيض، على أساس أن خرف لم يذكر قبائل الماجاي في رحلاته. كما أن هناك حصنا عرف باسم صد الماجايو يقع فيما بين وادي حلفة وعنيبة، ربما في فرس، حيث أطلق على قلعتها قاهرة الماجايو أو المازاوي ماتاي في القبطية. ده بيشير إلى أن خطر القبائل دي كان بيأتي من جنوب هذه المنطقة. على أي حال الماجايو كانوا في عهد الأسرة 13 يسكنون جنوب الشلال الثاني، ذلك لأن رسائل سمنة واللي عثر عليها في الرامسيوم إنما بتسجل وصول عدد صغير من الماجايو لسمنة، وده لبيع بضاعتهم. في انضم لينا واحد اسمه مستر خليل الجنيد، لابس عقال. أتمنى إنك في يوم من الأيام يا مستر خليل تزور مصر. وبعد كده العودة لمناطق إقامتهم. كان في مرسوم الملك بيبي الأول،
واللي بيعفي أتباع هرمي سنفرو من خدمات معينة نلتقي فيه بفقرة. الفقرة دي بتحرم التدخل معهم بواسطة النوبيين المسالمين. هو اصطلاح بيظن ان رجال البوليس مثل الماجايو في العصور المتأخرة على انه منذ الدولة الوسطى حتى فيما بعدها بقليل كان اسم الماجايو أو المازاوي يعني النوبيين بالمعنى العام، حيث كان بيذكر وحده علشان يعني أي قوم من النوبة وما بعدها. كما إن كامس إنما يشير في لوحة كارنرفون إلى جند الماجايو النوبيين واللي اشتركوا معاه في حرب التحرير، لعل ذلك استمرارا لتقليد قديم يرجع لأيام الدولة القديمة، كما نعرف من نص واني حيث كان النوبيين بما فيهم الماجايو يلتحقون بالجيش المصري، أما استعمالهم في الشرطة كان في الأسرة 18، وإن ذهب البعض إلى أن ذلك ربما ظهر من أيام سنوسرت الثالث من الأسرة 12، حيث وجد بين موظفي معبد اللاهون واحد من رجال الماجايو، كما إن هناك لوحة من الأسرة 13 عليها لقب ماجاي منح لرجلين يحملان اسمين مصريين هما رينس وبتاحور، وإن أحدهما كما وصف البعض كان أحمر اللون. على أي حال رجال الشرطة أصبحوا فيما بعد من المصريين، أو إن معظمهم على الأقل كان كذلك. في مقبرة ماحو رئيس شرطة العمرنة ليس هناك ما يدل على إن منظر رجاله بيشير إلى إنهم من دم غير مصري. اسم ماحو نفسه مصري كذلك، هذا فضلا عن إن ماجاي الكاب واللي دون اسمه على مقبرة سنب آمون في طيبة الغربية، واللي ختم حياته الوظيفية بأنه أصبح ضابط ماجاي في غربي طيبة، إنما كان مصريا كمان. مستر خليل الجنيد، أنا عاوز أحكي لك الحدوتة دي. الحدوتة دي هتكون عن شو واحد من الآلهة الكونية، أول الآلهة اللي خرجت من الإله آتوم في أسطورة الخلق الخاصة بمدرسة هليوبلس الدينية. كان إلها للهواء، هو اللي رفع السماء عن الأرض كما جاء في الأسطورة، خلعت عليه ألقاب كتيرة. كان اللحم والعظم للإله رع، كان سيد الأبدية، رب الحق العظيمة بين كل الآلهة. كانت تفنوت زوجة له، ظهر سويا في مدينة ليونيتوبوليس كأسدين. جاء عنهما في كتاب الموتى إنهما كانا يشتركان في روح واحدة، واختلط بعدد من الآلهة زي أين حارت أونوري